يعني النهاردة قررت اشتري نادي في دوري الدرجة التانية في الدوري الانجليزي، في انجلترا طبعا. هتقولي طب مش تشتري ليه على الحقيقة؟ هقول لك يا حبيبي عشان انا فقير يا حبيبي. عشان فقير. عشان فقير. فقير فقير. ونرجع لموضوعنا. هتقولي طبعا ايه النادي اللي هتشتريه؟ هقول لك النادي اللي هشتريه اسمه ستوك سيتي. هتقولي مين اللي لعب في ستوك سيتي كده عشان عايز تشتري؟ هقول لك اللي لعب فيه رمضان صبحي. هتقولي مين رمضان صبحي؟ هقول لك ابن النادي تارارارارارا. هي دي جدعنة ابن النادي، ابن النادي، ابن النادي. طيب نرجع لموضوعنا لتاني مرة. انتوا عارفين يعني بحب الهزار. هنبدأ بقى الكارير مود بس في اللعبة طبعا عشان احنا فورة زي ما قلت لكم. آه طبعا لو كان في درجات أقل، يعني أقل من الدرجة التانية، كنت اخترت الصورة أقل حاجة في إنجلترا، يعني هي الدرجة التانية. يعني أتمنى إن يكون في درجات أقل، يعني عشان نبدأ نتطور وكده، بس احنا نبدأ من الدرجة التانية. هنا نشوف احنا ناخد مدرب احنا اللي نعمله خلاص. هناخد ابو قميص احمر ده. بس نغير الاسم نخليه مازن. الام كابيتال. تمام، ونكمل بقية الاسم. والاسم خلص. وطبعا البلد هنخليها مصر. مصر يا امي. ونبدأ بقى المسيرة بقى. بصوا، هيفضل في النادي ده لغاية ما نكبره بقى. طبعا احنا لازم نعمل انتقالات وحاجات عشان النادي ده واقع، يعني واقع وبينافس على الهبوط كمان. وطبعا لازم نجيب لعيبة ببلاش، اللي هي اللعيبة اللي هي بتبقى خلصانة عقودها، عشان احنا معناش فلوس. وزي ما انتوا شايفين يعني تشكيلة زبالة، أزبل من الزبالة كمان. لازم نبني بقى من أول وجديد. يعني والله أقل نادي في درجة 5 يبقى أحسن منا، بس عادي والله مش مشكلة. لا كنسل، وبعد كده نروح على ترانسفير ونجيب بقى لعيبة. هنجيب مين؟ استنى بقى ما افكر. ممكن نجيب، بص، نخليها ايه، مصر ولا المغرب؟ نخليها مصر كده، نشوف مين في مصر ممكن يتجاب مثلا. معرفش مين ممكن يتجاب مثلا. محمد عبد المنعم، وفي مين تاني، عمر فايد، وفي احمد حسن، وعمر مرموش. لا عمر مرموش ده غالي جدا يعني. وفي عبد الرحمن شريف. مين ده؟ مرس. وفي محمد شريف كمان. احنا بنسبة كبيرة ممكن نجيب محمد شريف ده، يعني هتلاقيه رخيص وعلى قد فلوسنا. ندخل نتفاوض معاه ونبدأ التفاوض. ده المدرب باين ومحمد شريف. اتفضل قول لنا طلباتك. ما هنا بيقول لك كام سنة؟ 3 سنين. طب خليهم 4 عشان خاطري. تمام، 4 سنين. محمد شريف معانا لمدة 4 سنين. طبعا شرط جزائي مفيش. ممكن نديك كام كراتب مثلا؟ ممكن محمد شريف ياخد كام، 10 تلاف مثلا ولا 20 ألف؟ لا ايه ده، ايه اللي انا هعمله؟ اصلا معيش 69 ألف اصلا في كل ميزانية. احنا ممكن نقص البتاع ده. ممكن نخليها كام، 49 مثلا. نخليها 26 ألف، يلا. ونديله مكافأة مثلا 50 ألف، ونشوف ردة فعله أو رأيه. نشوف رأيه. مبسوط، مش مهم. يلا أي حاجة خلاص، فده 50 ألف والراتب، يلا. ويلا بقى على الصفقة اللي بعديها. تمام، والصفقة التانية هتكون هي محمد عبد المنعم.
محمد عبد المنعم بص من احسن المدافعين، صخرة زي وائل جمعة بالظبط. بص بقى يا عم الحاج، قول لنا انت عايز كام في محمد عبد المنعم، واحنا يعني مش هنوديلك طلب. قول لنا اللي انت عايزه. ممكن برضو نديه لاعب ونشوف يعني هيقول ايه. انجز بس والنبي. 8 مليون و300 كمان ليه؟ اشتري راموس. 5 مليون 300. بحبح السعر ده، بحبح السعر، معلناش فلوس والنبي. طب ممكن طب 6 مليون 300. طيب ناقص 2 مليون بس. طيب ممكن نعلي دول ونخليهم 6 مليون 800 ونشوف. وافق والله، انت راجل محترم. خلص الكلام. بجد والنبي يا ابو نواف. والله ابشر. يا حبيب قلبي تسلم يا حجل وربنا. وربي ابشر. وبس صفقة محمد عبد المنعم خلصت. ناقص بس نروح نتكلم مع اللاعب ونشوف الراتب بتاعه كده، وهيقعد كام سنة وكده. اما نشوف بقى هيقول ايه. اما نشوف محمد عبد المنعم لاعب الاهلي السابق. بس والله يا جدعان مقلدين شكله بالظبط يعني. هو مش قوي بس مقلدين شكله يعني، ما عدا يعني محمد شريف. يعني محمد شريف مفهوش ولا نقطة من محمد شريف. بس يلا هنعمل ايه. ماشي، محمد شريف عايز يقعد 3 سنين، بس انا هقول له تعالى 4 سنين. محمد عبد المنعم موافق. ما نتفق بقى على ايه الراتب. هو دلوقتي عطات شرط جزائي، مش هيبقى فيه شرط جزائي طبعا. ممكن بقى الراتب نديله كام؟ معرفش والله معرف. ممكن ادي محمد عبد المنعم 20,000 ولا ايه، معرفش. ولا 40. بص 30 واديهم مكافأة ونشوف بقى يقول ايه. هو وافق على 30,500 وعايز كام بونص. ايه يا عم ده، بقولك احنا عادي فقير. بونص ايه بس، شيل يا عم البونص. ايه يا عم الحد دي كلها، نقص شوية. كان ديو 80,000. 80,000 وزود له مثلا نخليها 35,000. قلت ايه بقى يا عجل، رد. قلت ايه ده، علة بقى 37,000. انت عجل وربنا بقى. قلت ايه، وافق اخيرا. محمد عبد المنعم وافق اخيرا. تعبتنا والله يا ابني، تعبتنا. يبقى التاني صفقة معانا هي محمد عبد المنعم، يعني محمد شريف ومحمد عبد المنعم كلهم محمدات. اما نشوف بقى التالت صفقة تبقى ايه. هنا هو جه من نيس لستوك سيتي ب6 مليون 800. وتالت صفقة يا جدعان هي حكيم زياش. وانا بقلب كده في اللعيبة اللي هما ببلاش عقودهم منتهية يعني، هما فري يعني. لقيت حكيم زياش، اعتبرت بقى اجمد صفقة. تعالى حكيم زياش يعتبر هيبقى اضافة لنادي ستوك سيتي. يعني احنا عايزينك اطول فترة ممكنة. هو عايز 2 سنين، انا اقولك 3 سنين. 3 سنين هو يوافق 3 سنين. تمام. عايز 50,000 راتب. طب ممكن نشيل بونص. طيب ممكن نشيل بونص. ممكن نخليه 60,000 وننقص المكافأة يعني، ونشيل بونص برضه. ويوافق زياش. ورسميا تالت صفقة معانا حكيم زياش. يبقى عملنا 3 صفقات يعني توب التوب.
ونشوف بقى الصفقة الرابعة. لا يا جدعان، ده احنا هننقل النادي ده، هننقله لفوق لفوق فوق فوق. ورابع صفقة هي يحيى عطية الله. يحيى عطية الله برضه يا جماعة استغربت لقيته برضه فري هو كمان، عشان هو على ما اعتقد لما يكون في نادي مش موجود، عشان هو دلوقتي في الأهلي مش موجود في اللعبة بيبقى فري، فيعتبر هو كان بلاش، هيبقى برضه يعني صفقة جامدة يا كمان. دي هتبقى الصفقة رقم 4. بص عايزين نخلص بسرعة بقى ايه من غير كلام كتير. عايز 28,000 وبونص. ايه يا عم ده كله، ايه يا عم ده كله بقى بفوت كريستيانو رونالدو برضه. والله كنت عايز افوت كريستيانو رونالدو بس ما ينفعش عشان هو خلاص قرب يعتزل. يعني حرام حرام يا جدعان، والله حرام. مش عارف والله اديله كام يعني عشان يوافق. هو طبعا كل اللعبة دي كلها بتجيلي طبعا الريتات بتاعتها بتبقى قليلة جدا، بس انت ما تلعبهم ويجيبوا الجوان وكده، ومع الوقت اسمه ده الريتات بتاعتهم بتعلى، وكمان بتبيعهم برضو بفلوس عالية، فاهم ازاي؟ فعشان كده انا هجيب اللعبة دي. وبكده يحيى عطية الله رابع صفقة خلصت. هتقولي طب خامس صفقة مين؟ هقولك لقيت حارس كده اسمها برضو فري هو كمان، اسمه برشام. يعني حلو برضو، هيفيدنا برضو اسمه ده، هنطوره برضو وفي الاخر هنبيعه بسعر عالي برضو، لو جالنا صداع ممكن نبقى ناخده برضو. ما نشوف بقى برشام عايز كام. هو يا جدعان اسمه الحقيقي برشام، يعني استغربت برضو. حطوله 20,000 مثلا، نحطله مكافأة 40,000. بقولك ايه، اقبل من غير كلام ماشي، عشان انت اصلا اسمك برشام وجايبك اصلا غصب عني. يلا. وخامس صفقة دي الخامسة صح؟ الخامسة خلصت. نشوف السادسة. والسادسة هو اكتر لاعب اتصدمت ولقيته ان هو فري، هو ديباي يا جدعان. ديباي ده كان بيلعب في برشلونة، يعني لعيب فتاك فتاك حرفيا يعني، واحسن من كل اللعيبة اللي انا جبتهم دول كلهم، يعني يعتبر هيبقى نجم الفريق. فيعتبر يعني ده اصلا اتصدمت اللي هو اصلا فري يعني. هو عايز سنة؟ لا يا عم كل حاجة، طب سنتين ونبقى نجدلك بعدين. احنا عايزين طبعا يا جدعان نطلع بقى نفوز بالدوري الدرجة التانية، وبعد كده نطلع الدرجة الأولى. وأصلا مش هنعرف نفوز دلوقتي عشان احنا أصلا دلوقتي بننافس على الهبوط، فبإذن الله الموسم الجاي هنفوز وبعد كده نصعد للبريمير ليج. هنا عايز 71,000. أقولك لعيب جامد طبعا، هاتله مبالغ عليها، بس هو للأسف يعني معرفش ان احنا نادي فقير يعني على قده. تمام 71,000. عايز ايه تاني؟ ايه ده 360,000. يعني بقولك ايه، يلا عايزين نخلص الصفقة دي وخلاص. وسادس صفقة ممفيس ديباي خلصناها. وهنختم بآخر صفقة باسمه لعيب كده اسمه الجبراني. ده برضو لقيته في الفري برضو، اسمه كان من غير نادي، بس اسمه ده لما شفته افتكرت كده ملامح، وبعد كده افتكرت اللي هو اصلا كان بيلعب في الوداد ولعب ضد الاهلي، فقلت لازم اجيبه. برضو هحط برضو في خط النص في الوسط يعني، واكبره برضو، وبعد كده ابيعه بمبالغ عالية بقى، وبعد كده اكبر النادي، وبعد كده اجيب فينيسيوس. لسه في دماغي حاجات كتيرة يا جدعان، حاجات كتيرة. ما نشوف بقى الجبراني ده عايز كام بقى. تخلص انت كام بسرعة عشان تصلا يعني. بص الريت بتاعه يعني هو هتلاقيه اصلا في الستينات، يعني حاجة و60، وعمال يتأمر وعايز 30,000 ايه ده يا عم. خد 24 واديلك 150,000 بونص، مصمم على 29,000 و230,000 برضه ماشي. وبسبب صفقة خلصناها. دلوقتي بقى هنروح على التشكيلة ونظبطها زي ما انتوا شايفين، تشكيلة منتنة منتنة منتنة.
طبعا اول لاعب هنحطه هو، استنوا كده، هو زياش هنحطه مكان الولد مش عارف اسمه ده. شايفين التشكيلة بقت تتعدل ازاي؟ تمام. وهنحط بعد كده يحيى عطية الله مكان الولد ده. وبعد كده هنحط ديباي. طبعا يا جدعان هتسألوني هتقولوا ايه، هو فين محمد شريف؟ هو اعتقد محمد شريف مش هيجي دلوقتي عشان خاطر لسه بيلعب مع فريقه يعني، اعتقد اول ما يخلص الموسم هيجي. تمام. بعد كده هنجيب الجبراني ده ونحطه برضو في النص. بفكر برضو احط الحارس اللي اسمه برشام ده. اساسا نحط طبعا زي ما انتم شايفين فرقة زبالة. اخر حاجة هنعملها نبدل برشام بالحارس الاصلي بتاع الفريق، وبكده يكون الفيديو خلص. استنوا بقى الفيديو الجاي وبس. سلام. سلام لله عايشين يلا